إذا الموضوع هو يتحدث قبل أن نصل إلى معركة محجوبة، ويتحدث عن الشعر بين منطقة كسال بجانب مدينة البيض ومنطقة جبال العمور بجانب مدينة أفلو، أي السهوب الغربية الجزائرية، أين وقعت معركة شوابير، وأين وقعت معركة دار القشور رقم 19 بقيادة سيد الشيخ، وأين وقعت معارك شيخ وما إلى ذلك. طبعا في هذه المنطقة بالذات الشعر ليس جديدا، الشعر قديم جدا يعود إلى قرون، ودليلنا على ذلك أنه وصلت إلينا بعض المقطوعات. مثلا أقدم مقطوعة استطعت أن أقرأها وقد وظفتها في أحد كتبي هي نص من بيتين للشريف العلامة الشريف سيدي ناصر بن عبد الرحمن في القرن التاسع الهجري. بوبي ضوء العز معاه خير من داس وقمحه وعيش يسر الذل معاه طرف عيني ما تلمحه، ويتحدث عن رحلة هجرت بسبب الغيرة الجزائرية هذه التي ترافقنا في كل زمان، لقد ضعفت قليلا الآن شوي. إذا نواصل الآن. طبعا هذا الشعر له أغراض متعددة، هو شعر تصوفي، شعر جهادي، شعر غزلي، ولكن في كل الحالات تغلب عليه روح البطولة والتمسرح حول الأنا. وروح البطولة هو شعر بطولي يسيطر عليه الأنا بصيغته الفردية أو صيغته الجماعية كما يظهر في هذا النصوص وفي الكثير من النصوص. طبعا هذا الشعر وصل في المنطقة هذه منطقة كسال جبل العمور إلى قمته في القرن التاسع عشر، وقد أشار إليها الأستاذ المحاضر المشكور في القرن التاسع عشر مع محمد بالخير بطل معركة هذه القار القشوة. نهار القار القشوة نهار كبير، 7 ضربات في عودي زي الخصلة يجري بلا شبير وهكذا. إذا قصائد، ووصل إلى قمته مع شعره عندما كان سجينا في جزيرة كورسيكا، وشعر عظيم جدا وتحدث عنه مجموعة من العلماء أتجاوزه. وشارك في هذا شعراء آخرون منهم المختار بن الأحمر مع عبد سيد ناصر وإلى آخره. هذا الشعر تطور إلى أن وصل إلى القرن العشرين. ففي القرن العشرين قمت بإحصاء لعدد كبير من الشعراء، وتوقفت عند الذين جمعوا كما كان يقول العرب القدامى الذين جمعوا بين السيف والقلم، الذين جمعوا بين الجهاد والشعر، فوقفت على الشاعر الأول هو شاعر مجاهد بوسماحة بشير الله يرحمه الشيخ بشير، هو من عرش ولاد زياد، بجانب البيض. الشاعر عزيز أحمد مدعو سي حسني ومن عرش بني هلال من جانب مدينة أفلو. الشاعر عيسى سليمان المدعو ولد بن عسكري هو من شاعر ولد سيد ناصر بجانب أفلو. وشاعر حميدي بنوة هو من مدينة البيض من قرية مكثر من عرش ستيتن. طبعا تلاحظوا شعراء عرش بكثرة. لماذا قدمت هذه العرش؟ لأن كل عرش فيها لها شعراؤها، والجميل أن هؤلاء الشعراء كانوا من المجاهدين، والحمد لله ونحمده على ذلك. لم يسجل لنا التاريخ شاعرا حركيا، رحمة الله. شعراءنا من المجاهدين والمجاهدات. طبعا الحركي ما يقدرش يكون شاعر. نعم، الحركي ما يقدرش يكون شاعر. نعم، شكرا سي مصطفى. طبعا اخترت من بين هؤلاء الأربعة اخترت الشاعر المجاهد حميدي بنوة. لماذا حميدي بنوة؟ حميدي بنوة هو صديقي وأعرفه معرفة شخصية، وديوانه بالتفصيل معي، وأنا أكتب بصدد الكتابة عنه فأنا أعرفه بالتفصيل، وديوان بكل الأشياء التي كتب، وهو مجاهد. ولكن هذه القصيدة أمامكم معركة محجوبة تختلف عن القصائد التي قالها مجاهد في فترة ما بعد الجهاد 40 سنة فيما بعد. معركة محجوبة وقعت 9 جويلية 1957، وقصيدة معركة محجوبة قيلت 9 جويلية 1997 في الذكرى ال40 للقصيدة، وفيها تشديد. طبعا أنا حاولت في الدراسة التي قدمتها للطبع أن أطبق عليها شيء من كما يقول أستاذنا الدكتور مرتاض علمنا في تدريس لنا المنهج المهجن. هجنت منهجا
هجنت منهجا بين الأسلوبية وبين الاتجاه النفسي في نقد الشعر وبين أشياء أخرى، وهجنت أسلوبا لدراسة النص، بمعنى لم أدخل إلى النص بدون منهج. سأقرأ عليكم النص ولا أطيل وأتحدث مباشرة. النص كما ترون يقع في 26 بيت، عنوانه معركة محجوبة. لاحظوا معي من البداية كلمة محجوبة. كلمة محجوبة هو اسم مكان وقعت فيه المعركة في بلدية الكراكدة جنوب ولاية البيض 40 كيلومتر من مدينة البيض. هو اسم مكان وهو أصبح اسم معركة محجوبة، وأصبح امرأة جميلة رائعة أميرة يتغنى بها الناس، هي الجزائر. من المكان إلى المعركة التي حررت المكان إلى الجزائر التي تأسست على هذه المعركة وعادت إلى سيادتها. إذا النص يحمل هذه الرمزية. أقرأ لكم الأبيات وقد وزعت النص إلى لوحات شعرية، لوحات. أنا متأثر كثيرا بالرسم والفنون التشكيلية فأقسم الأشياء إلى لوحات وليس إلى أفكار. إذا اللوحة الأولى نقول على محجوبة وتتساهل الكلام، اللي يحب الزين من حقه يطمع، حبك الشباب عمره ما يتلام، وحلف باليمين للجبل طلع، ماتوا عليك ابطال يا ميرة الريام، كذا من دفنوه والدم فيا. إذا الصورة الأولى هي محجوبة، الأميرة المحبوبة كانت محبوبة، انطلق من ذاته نقول أنا، ثم وصل إلى الجمع. يحبك الشباب، كل الشباب الجزائري، ويموتون صفوفا إلى التضحيات. إذا من أجل محجوبة، ومحجوبة في ثقافتنا أيها السادة أيها السيدات هي المرأة الجميلة المستورة، تستر حتى لا يتلهف الناس على جمالها ويتعدون عليه. وجزائر جميلة وسنحجبها كما حجبها آباؤنا. لكل عصر قوة. اللوحة الثانية، لاحظوا اللوحة الثانية ينطق بالمناسبة سأبين لك فيما بعد النص مبني بناء شعريا جاهليا. إذا ينتقل في الطريقة الثانية من الحديث عن محجوبة، يقول سول يوجه الكلام إلى المخاطب فيدمجه وفق طريقة بيرتول بريخت، يدمج المتلقي في النص. سول أنت سول الجنرال والجيش الهدام، سول هم ما صار في هذا الموضع. ما عندنا سيارات نمشوا على القدام. جيش التحرير حط في هذا الموقع لا تموين ظلينا صيام، لما لا تموين ظلينا صيام من حر الشمس قلبك يتقطع. ما كان والو الزق والميدان. إذا اللوحة الثانية هي صورة الكتيبة، كتيبة ستحدث معنا في صورة الكتيبة قبل المعركة. تعبانة، جيعانة، تشانة في صحراء، قاحلة إلى آخره. المقطع الثالث من البيت السابع إلى البيت الثاني عشر. كتيبة طبعا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن يواصل. كتيبة صامدة ضد اللئام، المجاهد شجاع حالف ما يرجع. بن زكري القائد الفعلي للكتيبة، بن زكري قادها أبطال همام. بالمناسبة هذا الرجل شاهد معركة، عاش معركة. بن زكري قادها أبطال همام، ومعها الأبطال غير اللي يخلع النواب ساهرين على النظام. حميدي بولنوار في الجيش يشجع، عبد اللي ومولاي رفيق هم ينظام، عكاشة صنديل في الضربة يسرع، المجاهد كالعقاب بن طبع حوام. الجزائري معروف عمره ما يركع، اللي سلاحه زين في الحزة يقيام، سجل جندي هو سلاحه يسرع. طبعا اللوحة الثالثة هذه ماذا يصف الجندي الكتيبات داخل المعركة من الصورة العامة الأولى إلى الصورة العامة إلى الصورة الخاصة الثانية إلى الصورة الأخص داخل المعركة. الآن يتنقل إلى شيء آخر. اللوحة الرابعة، حضرنا وصمدنا وزدنا للأمام، جيش الاحتلال في الحين الضعضع، الريح الغربي وزاد بعض الأقسام، تشابكنا بالرصاص والمدفع الأعلى، بدات من الصباح حتى الظلام. هذا هارب ذاك طايح في الموقع، هذا يبكي ذاك نادر الحكام، الآخر يجري ذاك يتخمد يضلع. 150 قتلى بالتمام، فيها القبطان في الحرب الخادع. طيحنا الطيارة ورهبنا الحكام. خافوا وبدا العسكر يتراجع من المشرياجات نجدة الانتقام. الطيارة والكوبتر والجيش يتبع، داروا حساب الجيش، عرفوا الانهزام، وحده جريفيل الهادم. جريفيل هي جيريفيل اسم البلد قديمة في الزمن الاستعماري.
إذا اللوحة الرابعة هي وصف العدو أثناء المعركة. هناك تواجهات بين الأنا والآخر، الأنا الكتيبة، الأنا الجزائر، الأنا محجوبة، الآخر الجيش الفرنسي، الآخر العدو، الآخر فرنسا. ثم اللوحة الختامية من البيت 21 إلى البيت 26 قدمنا التضحيات مال بن وسام، نحن لا نبحث عن أسيد. قدمنا التضحيات مال بن وسام، الحاضر في الميدان ما هو كالسامع. طبعا في البدايه كان اخذ المتلقي الى المعركه، الان يخرج يقول الحاضر واش كيسامع. الحاضر في الميدان ما هو كالسامع. 7 شهداء التحقوا بالامام، الامام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رمزنا وسيدنا الى يوم الدين. 7 شهداء التحقوا بالامام، امام المجاهدين في الامه يشفع. 6 مجروحين عاشوا بالسلام. الحي معنا اليوم في الذكرى يسمع، بمعنى كانوا الناس اللي كانوا يشاهدوا المعركه كانوا ثم في الذكرى. ويوحي ويقول شيء. هذه المعركة نسجلوها في الأفلام من كثرتها والهايشي باللي يرضع. ما زلنا على العهد ونكمل الأيام ضد الخاين والرفيق اللي يخدع. 57 9 جويلية بالتمام 900 وألف للتاريخ اسمع. إذا يحدد التاريخ ويذكر الخسائر ويذكر الأهداف من هذه المعركة. وحددت اللوحة هذه بالوفاء عن العهد. طبعا هنا نلاحظ ماذا نلاحظ؟ قلت نلاحظ البعد التاريخي، طرح البعد التاريخي وطرح البعد البيئي. الرياح العاصفه، يعني هذا لها دور فيما بعد. رياح العاصفه الرمليه الغمصه، رياح العاصفه الرمليه، الاقتام الى اخره، الحراره، الشمس، الصيف، شمس الصحراء. لاحظوا معي ايها الساده ايها السيدات ان المعمار في هذا النص هو، لماذا قلت معمار جاهلي؟ هو معمار القصيدة العربية المركبة في العصر الجاهلي. القصيدة العربية المركبة التي انتقلت إلى الشعر الفارسي، انتقلت إلى الشعر التركي، إلى الشعر الكردي، إلى أشعار كثيرة بفنيتها التركيبية، وانتقلت إلى الشعر الشعبي في مختلف بقاع الأرض الناطقة بالشعبية بطبيعة الحال، باللهجات العربية اللي متأثرة بالثقافة العربية الفصيحة. إذا الابيات الاولى بسرعه تصل. الابيات الاولى هي مقدمه طلبيه تحولت الى مقدمه رمزيه. بعدها مباشره بنى البيت، النص بناه على البيت المزدوج. البيت الاول عنده شطر والبيت الثاني شطر، ولكن لاحظوا الحرف الاول الذي وقف عليه ميم 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 ميم، والحرف الاخير العين. الميم مصدر اللذه، فهو يتلذذ بالذكرى، والعين العمق، الألم، جاي من أعمق حرف يسمع الإنسان، والإنسان لا يعبر بالحروف العميقة إلا إذا كان في لحظة عميقة جدا. إذا ثم بعد ذلك اعتمد الذي يقرأ النص قراءة متسرعة يقول بأنه واقعية تسجيلية، لأنه يسجل حادثة، بينما النص ليس واقعة تسجيلية، هو واقعية رمزية نقلت النص من تسجيليته إلى رمزيته، أصبحت محجوبة المكان، أصبحت معركة واقع، ثم المحجوبة المعركة أصبحت هي الجزائر، ويموت الشباب في سبيلها، ويقدمون الناس تضحيات ولا يطلبون وساما ولا يطلبون أي شيء. كلمتين وتوقف سيدي. طبعا هناك متضادات داخل النص. هناك بنى النص بناء تراجيديا مساويا مبني على المتضادات. نعطيك متضاد واحده. المتضاد الاولى هو المكان كان رغم حرارته فهو الذي ساعد كتيبه الجيش التحرير على الانتصار، وبنفس الحراره هو الذي كسر الجيش الاستعماري. كتيبه الجيش التحرير. فقمنا في الجزائر نضاهي صحابة بدر، هي يعيد ما قاله ابن زكريا بالدقة وما حدث. وبالنسبة لفرنسا هي العدو الصليبي هذا الذي يجب أن يقهر، والمجاهد الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمات شهداء، نسأل الله لهم الشهادة الكاملة. أخيرا اللغة في النص هذا كله لغة فصحى باستثناء 6 كلمات فرنسية: القبطان، الجنرال، الكوبتال إلى آخره، مصطلحات. بمعنى عندما أحصيت اللغة بدقة وحاولت على أصولها العربية الفصيحة وجدتها 97%
97% من اللسان الفصيح، 3% اقل من 3% فيها 208، اقل من 3% باللسان الدخيل الذي فرضته الضروره. وفي النهايه طبعا في النهايه تلاحظون بان الشاعر اعتمد في اسلوبيته على الاسلوبيتين الروائيه السرديه، فهو سارد يسرد، وهو شاعر يصف. اذا السرديه الواصفه والكلام طويل جدا، بامكاني ان اكلمكم عشرات الساعات على الموضوع. شكرا لكم، اعتذر عن الاطاله. السلام عليكم. شكرا.